في المونديال القطري، مباراة كبيرة قدمها لاعبي المنتخب المغربي، وين فازوا 2-0 محمد ضد منتخب بلجيكا. ولو أنه لم يكن هناك الكثير من المتتبعين ينتظرون هذه النتيجة، إلا أنه المنتخب المغربي تمكن من تحقيق 3 نقاط ثمينة في المسيرة هذه طبعا في المونديال. لا شوف، كي نهضروا جلوبالمون سير على الماتش، نقول باللي اليوم سي ان فري ماتش دو كوب دو موند. Par rapport à l'intensité, par rapport à par rapport à l'intensité, par rapport à l'engagement, au jeu, l'envie. شفنا اليوم شوف فريق مغربي اللي يقدم كاع لي كاباسيتي نيسيسير بو غاني ان ماتش. فهم، كنا ربما في المقابله الاولى تشفى يزيد كنا تكلمنا على اللاعب زياش، وقلت لك انايا انا من الواحد اللي كنت نستنى واش راح يقدم زياش في المقابله، وخرج ما كانش. اليوم زياد صباح لوم دو ماتش، باسكو علاش اون فاس اون ايكيب اللي ربما يا ان ديربي، ان بوتي ديربي بيناتهم، كم عندهم جاليه كبيره في لا بلجيك، دونك سيتي ان ديربي. مي اليوم انا نقول باللي داروا خطوه للامام باش يتاهلوا للدور الثاني. صح، وهذا الشيء اللي خلينا نقولوا ربما يضع قدما في الدور القادم. انا ماذا بيا نسمع راي التقنيين كذلك عمي محمد، وكذلك جابر تقدر تدخل في اي لحظه. معليش فيما يخص المغرب، الشيء اللي ربما ما نقولوش مفاجاه كبيره، ولكن الشيء اللي عجبني انا هو الاداء اكثر من النتيجه. النتيجه كانوا رابحين هدف مقابل 0، ومن بعد لي دانيير مينيت لوجيك ترانزيسيون رابيد ولا كونتر اتاك ولا يجوتي لك ان دوزيام بيت. هذاك الشيء اللي يعني يشرف الفريق هو الاداء في كل جانب، من الجانب التنظيمي التكتيكي، من الجانب البدني، من الجانب النفسي، صح، اللعب الجماعي. يعني كانت واحد الاراده قويه، والشيء اللي لاحظناه في اعلى مستوى دركا عادت الاراده والانسجام، وعاد ربما بوكو بلوس الروح الجماعيه ولا تلعب دور كبير بغض النظر على الجانب التكتيكي والجانب التنظيمي. هذا شيء واضح، ولكن شفنا اراده كبيره، يعني حتى يعني كانوا منظمين خير من بلجيكا، والاداء تاعهم كان افضل من بلجيكا. كان لعبوا يعني بجوج طريقات، لعبوا بلعب مفتوح ند للند مع بلجيكا، في اخر المقابله لعبوا افيك دي ترانزيسيون رابيد ثاني نجحوا بها بصفه يعني بطريقه يعني جميله. صح يعني هذا هو تحيه ربما تاع محمد خلوفي. ماذا بيا نسمع كذلك جابر. قبل ما ندخلوا لو كوتي تكتيك وكيفاه سيرت امور المباراه، على بالي بلي الحاجه اللي راح نديرها المقدمه هذه الخفيفه، على بالي بلي راح ندخلوا في ان ديبا كبير نسي كيفاه الشيء الذي كان ينتظره الشيخ شعيب. قال لك مثلا كنت ننتظر في المردود تاع زياش، انا كنت في المقابله الاولى انا كنت ننتظر في شيء اخر، والكل كان ينتظر هل قرار رئيس الجامعه المغربيه صحيح باقاله حاليلوزيتش والاتيان بالمدرب الركراكي. وليد شوف الاخ يزيد، تفضل. المدرب الركراكي، انا سمعت واحد التصريح تاع رئيس الجامعه المغربيه، واش قال؟ السبب تاع الاقاله تاع حاليلوزيتش، قال لهم اول يوم فكرت فيه في اقاله المدرب حاليلوزيتش هو يوم خسارته في كاس افريقيا ضد مصر. هو بنى قاعده، قادره تكون القاعده ذيك صحيحه، قادره تكون خاطئه. هو القاعده كيفاه بناها؟ قال لك المدرب حاليلوزيتش خسر مع المنتخب المصري، والمنتخب المصري مكون من لاعبي الاهلي المصري، والمنتخب المغربي من نجوم الكل يعرفهم. لكن المدرب الركراكي فاز على الاهلي المصري بلاعبي الوداد البيضاوي ذهابا وايابا بالاداء والنتيجه. هو خذا هذه القاعده ومشى بها، قال كيفاه مدرب يخسر ضد لاعبي الاهلي بنجوم، ولاعب او مدرب يفوز بلاعبين ما نقولوش متواضعين تاع الوداد البيضاوي، لكن فاز على الاهلي المصري بنفس النجوم الذين شاركوا ضد المنتخب المصري. بوتيتر اون اناليز اللي مشات بالك تقدر ما تمشيش، مي اليوم الى كونفيرمي باللي مشات. لانه المدرب الركراكي اليوم تفوق، الى نقدروا نقولوها صحيح، تفوق تكتيكيا على المدرب البلجيكي. الكوتشينغ تاعو بيان سور ان بون كوتشينغ، سيتي ان كوتشينغ ريوسي. اسكو نقدر نقولوا انه المنتخب المغربي وضع قدم ونصف في الدور المقبل، ولو انه مباراه عنديش المعلومات لم تنتهي لحد الساعه ما بين كرواتيا وانتهت. طبعا انتهت ب3-1، والترتيب الان طبعا هو المنتخب الكرواتي في المقدمه ب4 نقاط، والمنتخب المغربي ب4 نقاط كذلك.
وبعدها المنتخب البلجيكي ب3 نقاط لكن نقص 1 في الاهداف، وفي الاخير اقصاء رسمي لكندا ب0 نقطه، ورفقه المنتخب القطري كذلك الذي يقصى لحد الساعه ب0 نقطه. هل نقدر نقولوا انه صعبه نوعا ما لو نحسب ربما في المباراه الاخيره؟ شوف نقولوا انه يزيد وضع قادم ونصف ولا اكثر من ذلك، نقولوا قادم لانه نعرفوا ان كره القدم ماهو شعيب هنا بن جابر وكذلك الشيخ خلوفي يعرفوا احسن مني. كره القدم اللي مباراه ما تشابهش، وكاين مباراه وين تدخل بالك افيك ليكسي دو كونفيونس في هذاك الماتش تجيك سوربريز وين ما تعرفش واش صرا تقدر تقصى. دونك نقدروا نقولوا المنتخب المغربي دار قادم في الدور الثاني، ولكن مازال الامور ما سواهاش كما يقولوا في الناس المشرق. نقدر نقول انه المنتخب المغربي كي نشوفوا حتى الان المشوار تاعو لعب مع اقوى فريقين في المجموعه وجاب 4 نقاط. نظن انه ان بون باركور لحد الان، ولكن ما شاطرش جابر لما يتكلم على لو شونجمون دونترينور. نظن انه في كره القدم يقدر يكونوا دي شونجمون نتاع مدربين ولا ستاف تكنيك ولا حتى رؤساء اتحاديات يتبدلوا، ولكن الطريقه اللي غادر بها حيروزيتش انا في المنتخب المغربي اللي ما جوسكا بريزون مازال ما يعني ما تجرعتهاش. لماذا؟ لانه شفناه خسر في مباراه وديه في امريكا ب3-0، كان بعض الانصار المغاربه تهجموا عليها انذاك، ماشي بهذيك الطريقه المدرب اللي اهلك المونديال تخرجوا. بون حيروزيتش عنده سي برانسيب ابعد بعض اللاعبين نعرفوه في علاقته مع اللاعبين النجوم في المنتخبات، ولكن سي فري كو راكي جاب ان بلوس المنتخب المغربي، نشكروه لانه هذا المدرب يعني مغترب يعرف مليح اللاعب المحلي وكذلك اللاعب المحترف المغربي. ولكن كومون ايزون في سفير سورتير المدرب حيروزيتش ماهيش طريقه. طبعا انا كنت اخطات ربما المنتخب، المباراه لم تنتهي بعد، المنتخب الكرواتي زاد اضاف هدف رابع محمد في الدقائق الاخيره من المباراه، وهذا سيصعب المأموريه في الجولافيراج في نهايه